تفتكر ال10 جنيه دي أقدر أستثمر بيها في الدهب والّا لأ؟ كتير منكم هيقول لأ، وأنا برضه قبل كده كان ممكن أقول لأ. أنت عشان تستثمر في الدهب فأنت محتاج مرتبك كامل اللي هو 6000 جنيه أو أكتر من 6000 جنيه عشان تشتري شريحة دهب، شريحة جرام فوق ال6000 جنيه. فأنت متخيل؟ فعشان برضه تشتري الشريحة الجرام اللي فوق ال6000 جنيه فأنت محتاج تدفع لها مصنعية 200 جنيه. أنت متخيل؟ هتدفع مصنعية 200 جنيه على شريحة جرام أو سبيكة جرام. طيب دلوقتي أنت عشان تحقق مكسب من السبيكة الجرام دي فأنت محتاج إن الدهب يزيد 10%. فمش هتكسب برضه لأ، ده ال10% دي عشان تقدر تزود أو تجيب ال200 جنيه اللي أنت دفعتها مصنعية. فبالتالي كده أنت ما كسبتش حاجة، ولو بعت الدهب أو السبيكة بتاعتك قبل ما تزيد 10% فأنت كده خسرت في الدهب بتاعك 200 جنيه. فأنت متخيل؟ أنت فلوسك في استثمار فاشل لو فلوسك مش كافية. يعني لو فلوسك ما تجيبش دهب أو جنيه دهب أو نص جنيه دهب على الأقل فأنت بتخسر فلوسك من الآخر يعني. طيب دلوقتي أنا قلت لك إن أنا ما كنتش مصدق إن بال10 جنيه دي أقدر أستثمر فيها في الدهب أو بيها في الدهب. إزاي بقى أقدر أستثمر بال10 جنيه دي في الدهب؟ بُص، أنا هاقول لك على حاجة. في application اسمه Thunder، ناس كتير أوي بتستثمر عليه، مش أنا وبس، يعني هو application عربي، application خطير بصراحة. الapplication ده بتقدر تعمل عليه حاجات كتيرة أوي. فعشان ما أطوّلش عليك، يالّا بقى نصلّي على النبي، ويالّا بينا ندخل في الشرح العملي. بُص، أولًا هندخل على الapplication أو هتنزّله من على App Store أو من على المتجر Play بدون أي مشاكل خالص، أو هتلاقيني برضه سايب لك الlink بتاعه تحت في الوصف تمام، أو في الlink المثبت. الموقع هيفتح معاك أو الapplication هيفتح معاك عادي بطريقة سهلة جدًا، بس طبعًا لازم تملى بياناتك اللي هو اسمك، عنوانك، رقم موبايلك، وبرضه هيطلب منك تصوير البطاقة عشان يثبت ملكية للحساب بتاعك. وهيمشي معاك كل حاجة خطوة بخطوة والأكونت بتاعك هيتفعل بدون أي مشاكل. طبعا هيفتح معاك الواجهة دي بدون أي مشاكل خالص زي ما احنا شايفين كده تمام. بعدها بتملى بياناتك والأكونت بيفتح معاك وبتسجل بطاقتك وكل حاجة. طبعا دلوقتي احنا محتاجين مثلا نستثمر في الابليكيشن أو محتاجين نعمل إيداع للابليكيشن. أنا كنت مستثمر فيه قبل كده تمام، وسحبت منه واشتريت فيه حاجات كتير وسحبت برضه كل ده عشان أتأكد هل هو فعلا application حقيقي وهيرجّع لي فلوسي والّا لأ، وهل فعلًا هاعمل منّه مكاسب والّا لأ، تمام. طبعًا أنا في الادّخار ما عملتش أي ادّخار خالص، لإن الادّخار بيبقى سنوي وبيحتاج مبلغ، تمام. بس دلوقتي مثلًا إحنا محتاجين نستثمر في حاجات خفيفة زي الدهب، وأنا قُلت لك إنّك تقدر تستثمر ب10 جنيه بس، هل ده حقيقي والّا لأ؟ فإحنا هنشوف الكلام ده كلّه مع بعض دلوقتي، تمام. هنا زي ما إحنا شايفين كده دي استثمارات لو عايزين نستثمر فيها، تمام. هنا بيجيب لك كل الاستثمارات، تمام. إحنا على سبيل المثال عايزين نستثمر في الدهب، هنضغط كده على صندوق الدهب، تمام. هنا بيقول لك إن الدهب في 2026 زايد زيادة كويسة، يعني آخر أسبوع بس هو زايد زيادة كويسة أوي، كويسة زيادة جميلة أوي كمان، تمام. زي ما إحنا شايفين كده دي الشركات بتاعة الاستثمار في الدهب تقدر تستثمر فيها، تمام. بس هنا بيقول لك إن في يعني مثلًا بدل ما هتدفع 200 جنيه مصنعية، لأ أنت دلوقتي هتيجي أو هياخدوا منك رسوم استرداد 3.5%. بمعنى يعني أنت مثلًا لو دخلت ب300 جنيه هياخدوا منك 3 جنيه ونص بس، أنت فاهمني؟ فلأ الموضوع كويس أوي. وهنا بيقول لك هُم بيعملوا مع منصة إيه، هنا بيقول لك أزيموت جولد بتبيع يعني بيشتروا الدهب عيار 24 لحد ما بيوصل أسعار كويسة والكلام ده كله، وأنت بتاخد عائد الربح بتاعك. هنا اعرف أكتر برضه تقدر تقرأ عن الموضوع وتشوف الموضوع بيتكلم عن إيه، تمام. طبعا الكلام ده كله جميل والدنيا لذيذة، تمام. هنا برضه لو جينا على موقفك هنا هتلاقيني مش عامل أي حاجة في الدهب لسه، بس هستثمر معاك وبدون أي مشاكل، تمام. أنا دلوقتي مثلا عايز أستثمر في الدهب، بعمل شراء كده، تمام. بشوف قيمة النقدية اللي أنا عايز أستثمر بيها. أنا لو عايز أستثمر ب10 جنيه هادفع ال10 جنيه ويختار لي الوحدات. هنا طبعًا ال10 جنيه مبلغ قليل أوي إنك تستثمر بيه في الدهب، تمام. طبعًا ما فيش حد بيستثمر ب10 جنيه. قُل على سبيل المثال هتستثمر ب500 جنيه على سبيل المثال، هيجيب لك 19 وحدة أو 19 سهم، تمام.
يعني مثلًا السهم هيكون عامل مثلًا 50 جنيه تقريبًا، السهم عامل 50 جنيه، فلذيذ جدًا يعني إنك تستثمر في الدهب ب50 جنيه فحلو، يعني مثلًا أنت لو معاك 50 جنيه روح حُطّها على فودافون كاش واستثمر بيها في الدهب، تعالَ اشحنها على البرنامج هنا أو حُطّها في الأبلكيشن هنا واستثمر في الدهب، معاك 1000 جنيه تعالَ حُط واستثمر في حاجة تانية، عايز تستثمر في الدهب استثمر. عايز تستثمر في شركات تأمين زي ما إحنا شايفين كده، في شركات تأمين تقدر تستثمر معاها، تمام، هنا عندك صناديق الأسهم هنا، يعني عندك شركات كتير تقدر تستثمر فيها، يعني دي شركة BMW تقدر BMA تقدر تستثمر فيها بدون أي مشاكل، تمام، ده دليل الاستثمار. هنا برضه استكشاف الفرص لو ضغطنا عليها بيجيب لك هنا الفرص أو الشركات اللي متاح تستثمر فيها، يعني مثلا عايز تستثمر في الدهب بتختار الدهب كده بيجيب لك الحاجات اللي تقدر تستثمر فيها في الدهب، يعني هنا بيقول لك سعر السهم بجنيه وتمانين قرش، انت متخيل؟ يعني هنا لو جينا عملنا قيمة نقدية مثلا وكتبنا جنيه أو 2 جنيه على سبيل المثال، أنت معاك سهم، يعني أنت تقدر تستثمر ب2 جنيه حرفيًا، هو مش هيدّيك عائد ربح اللي في بالك، بس كل ما بتزوّد في أرباحك كل ما بتزوّد في الاستثمارات بتاعك أو في المبالغ اللي أنت بتدفعها، كل ما أرباحك بتزيد كده، تمام؟ هنا دليلك الاستثماري لو ضغطنا عليها بتختار لك هنا أو مثلًا بتيجي هنا تعمل إعادة تقييم كده، وبيختار لك وبيقول لك مثلًا أنت إيه الحاجة اللي تمشي مع الدنيا بتاعك أو تمشي مع فلوسك أو تمشي مع حياتك بمعنى أصح، يعني هنا بيقول لك ما هو هدفك الاستثماري، هنا مثلًا عايز تعمل تنمية لفلوسك من 5 سنين ل20 سنة ده على المدى الطويل بتختارها مثلًا، فأنا مثلًا لأ، أنا محتاج مثلًا من سنة ل5 سنين، أو مثلًا أنا مش متأكد، لأ أنا دلوقتي محتاج من سنة ل5 سنين مثلًا أحمي فلوسي وأحقق ربح برضه، ما فيش حد مش عايز الموضوع ده. تاني حاجة هنا بيقول لك كيف تشعر حيال تقلب قيمة الاستثمار، تمام؟ هنا دلوقتي مثلًا لو أنت معاك مبلغ وعادي مستريح، هتضغط هنا مرتاح هيجيب لك استثمارات أعلى ودنيا أعلى، هنا مثلًا لو ضغطت مرتاح إلى حدٍ ما هنا بيقول لك أفضّل التوازن بين النمو وحماية أموالي، إن أنت ما تخاطرش بأموالك عشان ما تروحش عليك، وصلتك؟ هنا عندك تاني حاجة هل تتوقع استخدام هذه الأموال خلال العام القادم أو المقبل؟ يعني مثلًا دلوقتي أنت ممكن مثلًا تحتاج الفلوس اللي أنت عملت بيها إيداع إنك مثلًا تسافر، تقدّم على أي حاجة مثلًا محتاج تشتري حاجة فأنت تقول له مثلًا نعم، أو تقول له لأ مش محتاجها دلوقتي، أو لست متأكد على سبيل المثال تمام، بتقول له هنا قد أحتاج إلى جزء يعني منه خلال الشهر القادم مثلًا، هنا بيقول لك هل تفضل أن تكون استثماراتك متوافقة مع الشريعة الإسلامية؟ ده كده، أنت فاهمني؟ فهنضغط على نعم، وبعدين هنضغط على إرسال، زي ما إحنا شايفين كده بيقول لك الاستثمار في الأسهم بنسبة 40% هيبقى كويس معاك. هنا عندك الاستثمار في صناديق الدخل الثابت 50% جميلة معاك، تاني حاجة هنا عندك الاستثمار في الدهب 10% مش هيبقى أحسن حاجة معاك بس هو حلو، ليه؟ لأن الدهب استثمار على المدى البعيد مش على المدى القريب، يعني ما تروحش تحط فلوسك في الدهب النهارده وتيجي الشهر الجاي تسحبها وتفتكر إن هيبقى في ربح كويس، أكيد لأ. طبعًا ده الموضوع كله زي ما إحنا شايفين كده، وبتضغط على استثمار، هنا بيقول لك مثلًا أنت عايز تستثمر بكام؟ يعني مثلًا دلوقتي عايز أستثمر ب5000 لأ عايز أستثمر ب50 عايز أستثمر ب500 عايز تستثمر مرة واحدة في حاجات كتير أو في كل اللي موجود تمام، هنيجي مثلًا هنا عايزين ب500 هنضغط الاستمرار كده، بيقول لك هنا والله أنت أرباحك ممكن في خلال ال5 سنين يعني لو سِبت ال500 جنيه دول ل5 سنين ممكن يوصلوا 30.000 جنيه، لو سِبتهم لأكتر من 5 سنين ممكن يوصلوا ل69.000 جنيه، يعني الموضوع لذيذ، فهنضغط كده على الاستثمار وتيجي هنا الاستثمار في الباقة، هنا بيقول لك يجب توفر في الحد الأدنى 800 جنيه، ليه؟ لإن هم هياخدوا على ال500 جنيه هياخدوا عليهم مبلغ أو بمعنى أصح هياخدوا نسبة 2% أو 3% تقريبًا على الاستثمار اللي أنت هتعمله، فأنت هتيجي هنا على إيداع المحفظة تقدر تستثمر بكذا حاجة، هنا بيقول لك انستا باي لو استثمرت بيها أو عملت بيها إيداع هتاخد يوم على ما الفلوس تيجي لك على حسابك، هنا بييجي لك المحفظة الإلكترونية اللي هي فودافون كاش بيبقى تحويل لحظي، فودافون كاش، أورنج كاش، أي حاجة بيبقى تحويل لحظي، يعني أنت بتحوّل فلوس من هنا بتوصل لك على الأكاونت على طول ما بتاخدش وقت، تمام؟ على سبيل المثال عايزين نحوّل محفظة إلكترونية بنضغط كده بدون أي مشاكل، هنا بنختار المبلغ على سبيل المثال 500 جنيه تمام، بييجي لك هنا بيقول لك إحنا هناخد منك رسوم 5 جنيه أو 4 جنيه ونُص على التحويل،
فهنا بيقول لك الحد الأقصى لمبلغ الإيداع هو 60,000 جنيه في الشهر، تمام؟ فبنضغط على استمرار كده بدون أي مشاكل. أهو بييجي لك هنا رقم الهاتف المحقق فوق، لو جينا بصينا كده بيقول لك دلوقتي دي المحفظة اللي هتحوّل بيها، هتقول له يعني مثلًا بتضيف الرقم بتاعك اللي هتحوّل بيه، وبتيجي هنا بتكتب الباسورد، وهنا الOTP بيبعتوا لك باسورد أو رمز OTP عشان تأكد إن الفلوس، وبتضغط على pay أهو كده الرمز جالي وكل حاجة جات لي، وأقدر أسجّل دلوقتي وأحوّل الفلوس بدون أي مشاكل، تمام؟ هنا برضه عندك أضوى الأصدقاء، يعني هنا بيقول لك أنت لو عملت دعوة لحد من أصدقائك وهو استثمر في الapplication هنا، أنت بتقدر تاخد مبلغ بيوصل ل2000 جنيه، أنت متخيل؟ يعني أنا مثلًا دلوقتي لو عملت لك دعوة وأنت عملت إيداع ب2 جنيه، أنا ممكن آخد من جنيه ل2000 جنيه مكسب بس عشان عملت لك دعوة، فلأ الموضوع لذيذ والله، وبتلاقي هنا الدعوات والدنيا بتاعك موجودة في المكان ده. فنصيحتي ليك كشاب عشريني ولسه في بداية حياتي برضه ولسه باضبّط دنيتي، فالموضوع لذيذ ويستحق إنك تجرّبه. وبس كده، وبكده تكون خلصت حلقة النهارده، وباتمنى لو عندك أي مواقع تانية عايزنا نتكلم عنها اكتب لي اسم الموقع تحت في الكومنتات، أو أي حاجة عايزني أشرحها لك تقدر تكتب لي تحت في الكومنتات، أو تتواصل معايا على الإنستجرام هتلاقيني بارُد عليك على طول، وباعمل لك اللي أنت عايزه. وبس كده، لو أنت مش مشترك في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعّل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبس كده والسلام.